اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على نسخه من سوبرمان وهو سوبرمان برايم 1 مليون. النهارده هنتكلم على نسخه تانية وهو سوبرمان سترينج فيزيتور، وناخد فكره عنه وعن قدراته في الكوميكس. سوبرمان سترينج فيزيتور هو شخصيه تبع دي سي كوميكس او ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر اكتوبر سنه 2014. الكلام ده كان في العدد رقم 16 من سلسلة الكوميكس ادفنتشرز اوف سوبرمان فوليوم 2 على ايد الكاتب جو كيتن. هو في الكون ده برضه بيكون جاي من كوكب كريبتون لكوكب الارض، بيلاقيه جوناثان ومارسا كنت بيربوه بيسموه كلارك. بعد كده بيجيله الكلب الكريبتوني اللي هو كريبتو، بيخليه الحيوان الأليف بتاعه، وبيكتشف ان هو عنده قدرات تحت أشعة الشمس الصفراء. في حد بيساعده اسمه بروفيسور بوتر، بيعلن عن نفسه كسوبرمان لأول مرة للعالم سنة 1938. بيكون اكتشاف عظيم للبشر، وبيعرفوا ان في كائنات تانية عايشة وسطهم. ده بيحفزهم اكتر على اكتشاف المجهول والفضاء. سنة 1939 هو كان بيعمل مهمة مع باتمان ودراكولا بيحاربوا جيش لفرانكشتاين. تاني يوم الصبح على طول كان بيشهد حفل إطلاق سفينة إلى الفضاء اسمها فايتون، الوقود بتاعها هو الريد كريبتونايت. وبعد كده بنشوف إن السفينة دي بتختفي في ظروف غامضة غير معروفة، وبيتم اعتبار ده أول فشل لسوبرمان. بيرتبط بلويس لين، وعلى مدى عشرات السنين قدراته بتزيد، بيعمل مهمات كتير، بينقذ البشرية مرارا وتكرارا، بيلاقي بنت عمه المفقودة اللي هي كارا زوريل، وبيهتم بالمدينة الزجاجية كاندور، وبيعمل عمليات كتيرة للحكومة الأمريكية. سنة 2013 بمناسبة مرور 75 سنة كظهوره لأول مرة للعالم بيتم عمل احتفالية خاصة بيه في متروبوليس، بيحضرها كل الأبطال في الكون، الجاستس ليج، النيو والأولد جادز. وبنشوف إن لويس لين كبرت جدا في السن، هو مش بيبان عليه إن هو كبر ولو يوم واحد. مستر ميكسيس بيتليك بيظهر له يقول له: أنا عندي ليك مفاجأة، أنا عرفت فين مكان السفينة الفضائية. هي في البليد بين العوالم خارج الخط الزمني، بسبب إن الريد كريبتونايت كان غير مستقر. انا بقدراتي كعفريت من البعد الخامس مش عارف ارجعها، بس انت ان شاء الله يوما ما في المستقبل لما قدراتك تزيد هتعرف تحررها. بعد كده في المستقبل بعد فترة زمنية غير محددة، الارض بتبقى غير مستقرة. بنشوف ان البشر بيعملوا هجرة جماعية للنجوم، بيستخدموا سفن فضاء الوقود بتاعها هو الريد كريبتونايت. هما بيدينوا بالفضل لسوبرمان لبقائهم، بيقدروه جدا، عاملين له تماثيل في جميع انحاء كوكب الارض وبيسموه ستار تشايلد. بعد مليارات المليارات من السنين سوبرمان بيقسم نفسه لعشرات الالاف من النسخ المختلفه اللي اسمها سوبر سنترز للاستكشاف في الكون. بيبقى مديهم ارقام رومانيه. النسخه الاصليه بيبقى اسمها سوبرمان نول، مكانها مركز الكون، بيمنع الكون ان هو ينهار على نفسه باستخدام ايديه. متخيل القوه؟ في نسخة منهم كانت مع الإله آنو اللي هو آخر كائن حي عايش دلوقتي بيحتضر. هو كان بيسليه وبيقول له قصص عن البشرية. الإله ده بعد كده بيموت. بنشوف إن سوبرمان نل باستخدام التخاطر بيستدعي جميع النسخ عشان يندمجوا مع بعض، عشان ده وقت المهمة الأخيرة. بيقابل لويس لين للمرة الأخيرة اللي بتجيله على شكل ذكرى، بتشجعه إن هو يسابق موجات موت الكون ويفتح ثقب في نسيج الواقع ويطلع سفينة الفضاء المحبوسة، اللي رواد الفضاء اللي كانوا جواها كانوا متخيلين إن عدى عليهم 5 دقايق. بعد كده بياخد السفينة دي، بيروح بيها أطراف الكون، وبيرميها في الكون الجديد اللي لسه بيتخلق دلوقتي، وبيديهم وعد إن بغض النظر عن إيه اللي هيحصل، بغض النظر عن الكون الجديد ده، هو دايما هيكون معاهم. وبيروحوا سوا للكون الجديد. احنا دلوقتي ممكن نتكلم عن قدراته. هي قدراته، هو عنده كل القدرات التقليدية بتاعت سوبرمان، بس بعد مرور مليارات السنين هي زادت لمستويات غير مسبوقة وغير قابلة للقياس. هو برضه بقى خالد، عنده القدرة على التخاطر، عنده القدرة ان هو ينشئ من نفسه الاف النسخ. هو كمان بيعرف يعمل ثقوب في نسيج الواقع. عنده قوة بدنية وقوة إرادة كبيرة جدا، لدرجة ان هو عارف يمنع الكون ان هو ينهار على نفسه، لغاية لما آخر كائن حي يموت. بعد كده هو سمح للكون ان هو يموت. هو برضه سريع جدا لدرجة ان هو سبق موجات الانتروبي اللي هي بتمتص الضوء ذات نفسه. كمان هو اقوى من اقوى عفريت في البعد الخامس، لدرجة ان هو عرف يروح للبعد السادس. لذا نيجي للسؤال المهم: مين اقوى، سوبرمان سترينج فيزيتور ولا سوبرمان برايم 1 مليون؟ الاجابة: هو اقوى بكتير جدا من برايم. هو قوي جدا جدا لدرجة ان هو مسك مركز الكون في ايده، لذا قوته جبارة. فعلا احنا ما شفناش حاجة زي كده. بس خليك فاكر ان النسخة دي ظهرت في الكوميكس المرة واحدة بس. احنا دلوقتي مش عارفين موقفه، مش عارفين في الكون الجديد هو عايش ولا ميت، ولو عايش هو عنده القدرات بتاعت الكون القديم، ولا اتعمل له ريست وبقى سوبرمان عادي، ولا هو اصلا ما بقاش سوبرمان في الكون الجديد. لذا انا بالنسبة لي اقوى سوبرمان على الاطلاق هو سوبرمان برايم 1 مليون. ده موجود، ده نسخة حقيقية. انت لو سافرت للمستقبل للقرن 853 هتلاقيه. اما الشيء او الكائن اللي اتطور بعد مليارات السنين وبقى اخر كائن حي في الكون ده، ده انا ما عنديش اي فكرة عنه هو فين دلوقتي.
بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على سوبرمان سترينج فيزيتور، اتكلمنا على حضوره الوحيد في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رايك في الراجل ده، ايه رايك في الشخصيه، انت شايف ان قوته اكتر من اللازم ولا لا، وهتحب يتعمل له عمل فني. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.